السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في الرز بلبن الكريمي ده؟ احلى من بتاع المحلات وبخطوات بسيطة وسهلة. غسلنا كوباية رز زي ما انتوا شايفين وحطيناهم في لتر مية لحد ما استووا واخدوا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقى رز مهروس خالص مسلوق. سلقنا الرز جامد لحد ما استوى خالص على الاخر، وبعد كده هننزل عليه بلتر لبن ونسيبه لحد ما يغلي مع بعض، وبعدين هنبدأ نحليه زي ما انتوا عايزين سكر خفيف حطوا، عايزين سكر حلو سكروه زي ما انتوا عايزين. هنبدأ نحط ورقة فانيليا، تذكرة من الفانيليا بتدي ريحة حلوة قوي وطعم حلو قوي. كان عندي بقى شوية لبن كمان، قلت اما اضيفهم على الرز بلبن، مش هستخسر في ولادي اي حاجة. يلا بينا نصلي على الرسول ونكمل الفيديو مع بعض. واللي لسه مشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بصوا الرز بلبن بتاعنا بقى كريمي ازاي بعد ما السكر داب فيه واللبن غلى، بقى ناعم خالص. عايزين بقى نعلي التست معانا، معلش بس عشان الكاميرا كانت فصلت. انا نزلت بكوبايه من السكر، لو انتوا عايزين سكر اقل حطوا اقل، ده سكر تومين يا جماعه عادي. انا بحب استخدمه في الحلويات اكتر، مش بحب استخدمه في الشاي علشان بيخلي الشاي كارف كده ومش حلو. بحب استخدم سكر التومين في الحلويات اكتر، لانه بيدوب وبيسيح وما بيبقاش ليه اي اثر، اما في الشاي بيبقى خشن ومش حلو. يلا بينا بقى نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ويلا ندعي مع بعض ربنا يصلح أمة محمد جميعا يا رب العالمين. ده بقى كان عندي مع 4 معالق من الكريمة. حبيت اعلي التست بقى بتاع الرز بلبن بتاعي، حطيت عليه بعد ما استوى خالص ودخل في السوا. بصوا اصلا هو لونه كريمي ازاي وحلو ازاي. يلا بقى عندك كوباية رز ولتر لبن، قومي بسرعة واعملي احلى حلا لولادك، حاجة حلوة بالليل ياكلوها كده ومفيدة وبالهنا والشفا. بصوا الجمال بتاعه انا بعد ما فضيته في الكاسات، بصوا الحلاوة. باي باي.